يا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وإن شاء الله الصحة تكون بخير. قبل ما نتعداو للفيديو متاعنا كالعادة والعواد، الناس الكل تصلي على النبي، دونك في كومنتير صليوا على النبي، واللي ما يعرفش يكتب يصلي على النبي في قلبه. وما تنساش دعمك للفيديو هذايا بلايك وبارتاج. كما قريتوا من العنوان متاع الفيديو، باش نحكيو على علي العرايض وعلاقته بأبو عياض وتهريبه من جامع الفتح نحو ليبيا. 3 أيام التالي ظهر لي عملنا فيديو على علي العرايض، نقرا في التعاليق ما شاء الله عنده برشا مساندين وبرشا يحبوه، تمنوا له الاعداء. في الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا امني سابق باش يحكي لنا على بالضبط كيفاش علي العرايض عطى اوامر باش انهم يهربوا ابو عياض من جامع الفتح حتى كش الليبيا. وحكينا زاده في الفيديو هذيك انه فما زوز امنيين كيف محكوم عليهم كيما علي العرايض ب 28 سنه حاجه كيما كي، هما زاده اللي ساهموا باش انهم يهربوا ابو عياض. يعني عباره واحد يهرب في البستي متاعو، حب جوست معناه يغطيها على الشعب اللي هو ما يعرفوش، لكن طلع انه هو البستي متاعو. السيد اللي باش تراوه في الفيديو متاع اليوم مؤخرا عنده توا جمعتين ظهر في برنامج وحش برو ماكس مع سمير الوافي، وحكي على الانجازات العظيمه متاعو في شدان برشا مجرمين. ظهر لي فما برشا من الجماهير بارتاجيو الفيديوهات متاعو على التيك توك، هذه الحاجه اللي خلتني اني نبارتاجي معاكم الفيديو هذايا. لكن في الفيديو هذايا موش باش يحكي على الانجازات العظيمه متاعو، اليوم باش يحكي لنا على كيفاش تم تهريب ابو عياض. دونك كان عندك قهوه من غير ما تتحرك، كان ما عندكش حاجه تشرب ماء جازوز قهوه، نجم تعمل بوز على الفيديو هذايا، جريه تمشي تجيب شرب وارجع اتفرج معنا. الفيديو هذايا بالرسمي يهمك. دونك نبداو على بركه الله، بسم الله. اليوم جبهة الخلاص ستخرج من جديد للشارع لمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وخاصة اليوم راشد الغنوشي يتحدث على الزعيم المحجوز علي العرايض. شوف شكون يحكي على شكون، انت شوف راشد الغنوشي يحكي على الزعيم، نسب له الزعامة. فما حتى زعيم وفما حتى امبراطور وفما حتى ملك وفما حتى غير ربي سبحانه. اسمع انت راشد الغنوشي، انا في بلاصته وراشد الغنوشي نمشي خويا نعمل ركعتين فماش ما يتوب علي ربي الرحات. انت يا فرانكو فاش تحكي يتوب عليه ربي. السيد ما يخافش ربي بار مثال. يقول انه معناتها قدم خدمات كبرى لتونس لامنها. خدمات اللي قدمها علي العرايض هي شني معروف، الار هر هر ها ب ب ب ب ب ونفخلنا ريوسنا باش ما نقولش كلمه اخرى، نفخلنا حاجه اخرى. والموقع نتاعو ليس السجن وانما السجن لاناس اخرين. صحيح الموقع نتاعو موش السجن، الموقع نتاعو الجحيم، جهنم وبئس المصير. ورايك انا رايي بصرف النظر توا على القضيه اللي هو موقوف فيها، مش محتجز، له محتجز وله معتقل. هو نحكيو بالقانون مع السيد هذا، نحكيو بالقانون باش يعجبكم الرجل هذا. موقوف بقرار قضائي اذا كان نحن نؤمن ان نعيش في دوله قانون ومؤسسات. هذه حكايه معتقل ومحتجز ومختطف كلها عبارات تشويهيه وعبارات نتاع شيطنه المؤسسات الدوله. هذه اكسكيوز يستعملوا فيها باش يعملوا بها مظاهرات باش يخرجوه هو في صوره نتاع الامبراطور، معناها راهو ما عمل شيء وراو خاتيه وراو كما كان يحكي لك توا. قال لك راشد الغنوشي قال ذا بلاصتو ماهوش الحبس على خاطر عنده عمل خدمات وساهم وانجازات هو وصفه القانوني انه الشخص فيه بطاقه ايداع من طرف جهه قضائيه رسميه على ضوء تهم منسوبه ليه كيما سائر المواطنين التوانسه الكل اللي موجودين بحاله ايقاف تحفظي. ماهوش فوق القانون وما فما حتى واحد يعلى على القانون. الناس الكل خويا يطبق عليها القانون، لا تقول لي عريض ولا تقول لي سمين ولا تقول لي ضعيف ولا تقول لي قصير ولا تقول لي طويل ولا تقول لي ابيض ولا تقول لي كحلوش، الكل يطبق عليهم القانون من الاخر وعلى الاخر، بحيث ما عنده حتى ميزه. بحيث مساله النضال هو في تصور السيد مناضل شنو؟ مناضل معناها في على في الكذب وتبلعيت. مناضل فيش حسب رايك؟ مناضل فيش السيد ملي بدا ولا ملي شد كرسي كيما جماعه ما نقبل كنا نعيطوا لهم جماعه الكراسي، ملي شد كرسي حتىكش اللي تم ايداعه بالسجن لعمل انجاز، ما عمل حتى انجاز.
شمداخلوا في النضال، كان محكوم بالاعدام، كان يحارب في بورقيبه، بعد بورقيبه حب يحارب شويه كي هو والنهضه والجماعات التكفيريه وذوكم حبوا يحاربوا بن علي. بن علي كل 11 لعب لهم تاك تاك تاك، اللي قطع واللي نفيه واللي شدوا في الحبس واللي كذا واللي كذا واللي كذا. واللي وريوس غيب يا قط العب يا فار. مشى بن علي من هنا، رجعوا هما كل واحد شد كريسي هكا لعبوا لنا بلغه الدين والاسلام وش قال ربي وش قال النبيكا وشعب ماكم تعرفوه انتم، اللي يجي يقول لهم كلمتين منا مغاديكا كلها تولي تعبد، كلها تولي تعبد يا ودي. اقسم بالله هكاك مشيت بالضبط. انتخبوهم قعدوا خويا شادين الكراسي شادين البرلمان على راسهم راشد الغنوشي، ما حبش يشد رئيس دولة. علاش؟ على خاطر الحكم متاع رئيس برلمان خير من انك تشد رئيس دولة. شو مداخله هو رئيس دولة باش يقابل الرئيس هذاك والوزير الخارجية هذاك؟ ليه يا ودي؟ في تونس اللب الكل في تونس. الوزير هذاك بتاع النهضة يمشي يسرق من هنا، الوزير هذاك زاد كيف بتاع النهضة يسرق من هنا، هذاك يمشي يبيع مغاديك، هذاك طارات الايقاف اللي قضاهم قبل يمشي وزاره العدل موجوده والارشيف نتاع الداخليه موجود. نحكي مناضل وقت اللي يقول لك انا في الفتره الحرجه نتاع الارهاب في تونس ما خليتش البلاد تمشي كما الجزائر في عشريه سوداء، وانما معناتها انا اشرفت على المؤسسه الامنيه وخرجت البلاد من عنق الزجاجه باش ما تغرقش في الارهاب. زي اكثر نقطه يخدم عليها علي العراي. علاش هو في وقت هو الارهاب ما عشش وما توغل وما نشط وما تمركز وما خذا اشواط كبرى الا في عهده هو. سامحني في ملا هالشرطه السلفيه اللي ولت معناها تدور في البلاد وتنسق مع الامن وبكاميونات وناس تحفظ في الامن وفي النظام وكذا. في عهد شكون؟ في عهدي انا. والخيمات الدعويه اللي ولت مكتسحه المساجد في كل مكان، شكون؟ معنا هذا يعتبر نضال. خيم بيضة في البلايص الكل نجمة وهلال ولا ادي اسمع تلمو كاسحين على الاخر عملوا فروع يدي في كل حومه معلم فرع نتاع النهضه، في كل حومه حرفيا حطوا خويا العروق نتاعهم في الحوم الكل وفي الولايات الكل، يدي في البلايص الكل. هذاك علاش لهذا نهار وقت اللي خويا تخزر الشارع التونسي تلقى جماعة النهضة خارجين مظاهرات. علاش؟ على خاطر سيد دمغجوهم، عملوا لهم مانيبيولاسيون. العباد ذي التوا تقوم وتسبح على النهضة، ربهم الأعلى هو راشد الغنوشي. من الآخر الدين متاعهم هو النهضة مش الإسلام، راه الدين متاعهم هو النهضة. الناس اللي معناها مشاو أطفال أبرياء ضحايا بجوازات سفر معناها خارجة بطرق ملتوية وهو يشرف على وزارة الداخلية. هذا نضال. ماني قلت لكم في الفيديو متاع المرة اللي فاتت اللي ما تفرجش في الفيديو ادخل هكا تصوير علي العرايض وشد الحبس. في الفيديو هذيك مش قلت لكم كل واحد فينا عنده في العائلة متاعه وإلا في حومته وإلا من أصحابه شكون سفروه. راو ريت بعد 3 سنين من العبادة ذي اللي تسفرت راو فما شكون كلم دارهم وقال لهم راو غشونا، راو هزونا باش يخدموا بينا، راهي مؤامرة، راو لا فما لا جهاد ولا فما بلال ولا ما فهم شيء هزوهم باش يخدموا بهم. الراس الكبير هو دولة أخرى خارجية صنعت هذاك الكل والصناعة هذه. طب سميمتكم الكلهم منين؟ الكلهم جايين من الدول العربية يا رسول الله، كلهم جايين من الدول. دمغجوهم حرفيا، مشيوا غاديكا صنعوا بهم كما نقولوا نحن دولة الخلافة، وخرج لهم واحد خويا هكا قال لهم أنا المهدي المنتظر ولا مش عارف شنو، كلها صدق. وينكم تاو؟ وينكم اللي عينهم في البلايص هذيك يقتل فيهم؟ أمريكا جابتهم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا منين؟ من عباد يشبهوا لعلي العرايض. في كل دولة فما شكون يشبه لعلي العرايض. من بعد خويا شكون يقتل فيهم؟ أمريكا. عبارة توكل فيهم وتقتل فيهم في نفس الوقت برا. واللي أبو عياض اللي معناها في معناها كان تحت قبضة الأمن
ومدير عام اللي هو نورمالمون الريلاسيون مباشره مع الوزير، ما ثماش ما اعلى من مدير عام. مدير عام اعلن في وسيله اعلام على رؤوس الملا، قال انا تلقيت تعليمات. بالله على الفازة هذيا رشفة اعمل رشفة ريقك باش يشيح، اللي باش تسمعه توا باش يشيح لك الريق متاعك. اسمع انت ارهابي كبير مطلوب عدليا، مطلوب معروف في البلدان الكل وطالبينه في البلدان الكل. السيد هذايا في قبضة الامن تجي تعليمات من عند الداخلية، وشكون اللي يعطي تعليمات في الداخلية؟ وزير الداخلية. وزير الداخلية يعطي تعليمات باش انهم يخليوا سبيله. بعد ما يخليوا سبيله السيد من جامع الفتح يشق بلاد كاملة من شمالها لجنوبها وما يشدوا حد. نحكيو على فولترون اليوم، ولا نحكيو على باتمان، ولا نحكيو على سوبرمان، ولا نحكيو على واحد راو جرد واحد عنده سلاح باش تكتلوا فيه اخويا 100 200. دي دولة كاملة والامن متاع دولة كاملة من شمالها لجنوبها. يفلت منكم واحد عارفك اللي انت راك خممت انه يفلت منهم، ما فلتش منهم. اذا تعليمات من شكون؟ تعليمات المدير العام. شكون ياخذ التعليمات؟ ياخذها من عند قاعة العمليات المركزية نتاع وزارة الداخلية، وقاعة العمليات المركزية يشرف عليها وزير الداخلية علي العريض. معناها الشخص هو الكاب ورأس الإرهاب في تونس، تنظيم أنصار الشريعة. ثبت توا على الأقل قضائيا أنه هو اللي ممرض في الزوز الاغتيالات الكبرى، وزيدهم لطفي نقض هذاك. فما فيديو بعد هذيا إن شاء الله باش تشوفوها، فيديو باش تعجبكم على الاخر على الاخر. لطفي نقض يمكن بدرجة موافاة لأنه النهضة اللي معناها اغتالوه. أما أبو عياض هو معناه إنسان سواء قبل 2011 تيو سلموا لنا من برا، معناها كان يمارس في الإرهاب حتى في الخارج، فهمني؟ كان هو محل تفتيش، سيبوه معناها وزاد من بعد معناها ثم شكون من تصور انت واحد تجي دولة تعطيك السيد هذا هو مطلوب تسيبه. تصور يا معلم، راهو بالرسمي المخ ما يستوعبهاش الحكايه هذه. جهاز الامن يقول لك الانجازات والخدمات. شنو هي الخدمات؟ تسيب في الارهابيين، هذيك هي الخدمات نتاعو. خرجوا من الحدود من شو مناضل. سامحني، انت معناتها اللي شاهد فيك يستغرب يقول شنو من اين استقى المعلومات او من اين له المعطيات. انت امني سابق وعندك برشا وخرجت على جانب التحفظ. ابو عياض كيفاش هرب من جامع الفتح ووصل الى الحدود التونسيه الليبيه كيفاش هكذا معناتها بكل سهوله وبكل امان يقطع 650 كيلومتر؟ هاني جاوبتك انا توا، هاني قلت لك جاوبتك. المو كلي نتاع الموضوع هذايا هو التعليمات. مدير عام سي توفيق الدماسي في قناه الحوار التونسي تدخل مباشره وقال معناها كي قالوا له شبيك انسحبت، فهمني؟ قال انا تلقيت تعليمات. تصور انت اليوم يحطوك مدير عام ومعك برشا امنيين وفي وسط البلاد. انت توا في العاصمه في وسط البلاد معبيه بالامنيين السيفيل واللي لابس الزي متاعه واللي عنده سلاح واللي ما عندوش سلاح. يجيك تليفون ولا تسمع بخبر انه السيد اللي مطلوب عدليا واخطر انسان في تونس حرفيا راهو في جامع الفتح. تمشي انت والقوات متاعك الكل، قواتك الكل تمشي. الجامعة شنية فيه؟ نقولوا فيه خويا مدنيين صحيح ولا فما مدنيين، لكن فما خويا النوعية هذه متاع ابو عياض الارهابيين براذرز مريقل ولا قديش عندهم من سلاح؟ قديه 10 اسلحة 20 سلاح. انا نعطيكم من الاخر، فرنسا ايطاليا المانيا امريكا الانجليز يدي يضحيوا بها العباد هذيك. المهم الكلب هذيك يجيبوه من الاخر كما قال لك هاتوا لي الكلب هذا يجيبوه. لا جات تعليمات قال لك اسمع سايبه واسمع وشوف انك عيبتينا كي انذاف
كعيبتين نذاف يوصلوا للحدود. جاتهم تعليمات معلم من عند شكون؟ من عند علي العرايث. كي طلع في وحش الشاشه ولا مش عارف انا شكون، طلع مع سمير الوافي الفيديو اللي تفرجنا فيه المره اللي فاتت، قال له وي صحيح انا اعطيت تعليمات باش ما يسقطوش مدنيين. بون انت معنا تخمم في المدنيين هكا توا يا علي يا عرايث، هكا توا تخمم في المدنيين. استغفر الله العظيم. مدير العام تعليمات من شكون يتلقاه؟ من عند الوزير. معناها كيفاش دونك كيما خرج من المسجد بتعليمات كيما تنقل معناها حتى للحدود بتعليمات. اخي معقول تو هذا شخص معناها في الملف نتاع هروب ابو عياض من تونس هنالك امنيين رافقاه في السياره اللي حكينا عليهم حتى الحدود، وهذا مثبت، وناس معناتها اللي تورطت عديت العقوبه السجنيه نتاعها. لكن انا ديما السؤال المطروح بين من يقود وزاره الداخليه اللي هو الوزير وبين ما يحدث في صناعة الإرهاب في تونس اللي هما الجهات السلفية حسب التقارير الأمنية، بين من يتحرك في البلاد ووزير داخلية ما عندوش المعطيات أو لا يتحكم في المسارات نتاعهم، فما تناقض كبير. شوف باش نبدو واضحين، المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية كانت ولا تزال وقد تظل تشتغل بالتعليمات. ايه ما تعليمات من تعليمات. بالله واحد يجي يعطيك تعليمات نتاع باش تهرد البلاد. يا اخي تمشي تهرد البلاد يا اخي. شنو باش نعاودوا نرجعوا توا لعلي العرايض وقت اللي عطاه تعليمات باش يضربوا بالرش؟ هذا يا خويا يحب يقتل. هذا انسان ما يخافش على البلاد وما يخافش على الشعب، ومش ما نقول الشعب وراو ما عنده حتى داخل فينا راو. السيد هذا حرفيا إرهابي، حرفيا السيد يعطي في تعليمات كما بن علي اعطاه تعليمات باش يضربوا يقنصوا العباد. يدي كيفاش هذا ماهيش تعليمات. انت اليوم كامني تجيك تعليمات كيما كي تقول له يا خويا السلام عليكم، انا الخدمه ذي راني ما نخدمهاش، ما جيتش لهنا يا خويا انا باش مانيش جزار، انا مانيش جزار. ادي انا نشد واحد باش يسرق براكاج ما نعرفش انا باش يخطف هذوما خويا ما ياخذ تبعث فيا باش نقتل العباد. معناها باش نقتل انا واحد ينجم يكون ولد حومتي وانا ماريتوش ينجم يكون ولد حوم، ينجم يكون خوك، ينجم يكون ولد عمك. ولد عمه باز عندهم عداوه بين فماش معناها راهو ما ثماش امني ما يخدمش بالتعليمات. الناس الكل تطبق التعليمات، الناس الكل تلتزم بالتعليمات. ما تحطليش راسي في الحيط. اوكي جاوبني. هنالك فرق بين وطني يعطي التعليمات للحفاظ على البلاد واخر يعطي التعليمات لافلات جهات مورطه خموس. صحة يا معلم، صحة يا بلها على الارهاب. ما تنجمش تعمل لي كومباريزون بيناتهم. انت تحب تفهم توا؟ انا ما نفهمش. لا نحب نفهمك باش تستوعب الموضوع كيفاش صار. برا فهمنا. توا وقتها سي ابو عياض تحصر في جامع الفتح. اسمع مليح باش يعاود لنا مرة أخرى. تحصر في جامع الفتح. معناها وزارة الداخلية راهي ما تبعدش برشا على جامع الفتح. رانا نحكيو على فريرة يلقيوها هدي غادي. وزير الداخلية كلف سي توفيق الدماسي اللي هو وقتها مش حتى مدير عام الأمن العمومي خطيه. يسمع فهمني هو مدير عام المصالح المشتركة وقتها. عيط له علاش؟ عيط له لأنه يعرفوا خدم رئيس منطقة في بحر وخدم في الأمن العمومي وهو أكفأ من المدير العام للأمن العمومي وحيد التوجاني. كهو وضاحت الرؤية. علاش كلفوا؟ على خاطره يعرفها زنقة حوش بيت دار. علاش يكلف فيه؟ باش يلقي له وكية ثغرة من الثغرات ويعرف منين باش هربوه. بعث معاه زوز نظاف كما قلت لكم باش يهربوه. دي واضحة وضوح الشمس. واضحة. قيس سعيد ديجا ماهوش موجود معاهم هذوما. قيس سعيد يتفرج فيهم من البعيد. اني جايكم يا ولاد الكلب. اني جايكم واحد باش نحطكم في الحابس يا ولاد الكلب. لان واحد تجاني ما يخدمش في العاصمه ما يعرفش دولي العاصمه. قال له ما كلفش واحد
ما يعرفش العاصمة، كلف واحد يعرف العاصمة لكن مش هو اللي شاد المنصب هذاك، كلفوه هو واعطاه هو الأوامر. عندك انت الموضوع دونك مش باش يمشي تك 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 يشد راو، لا اعطاه الأوامر وكلفوه هو باش يمشي يهرب، باش يأمن ويهرب وما يشوفوهوش، وعين ما شافتش والاخرى زادة ما شافتش. مش هذيا عين شافت وعين ما شافتش، نو هذيا عين ما شافتش والاخرى ما شافتش. العينين الوحيدة اللي شافت هو السيد اللي يحكي عليه توا، والامنيين الزوز اللي هربوه، وممكن هكا الاخرين هذوكم اللي بجنبهم. كل مشرف رقم واحد على المهمة نتاع القاء القبض عليه هو المدير العام توفيق الدماسي. باهي من بعد نلقى الحبايب هذا باين امني، ما تكسرش راسك السيد هذا باين باين الفاتشاتا نتاعو امني. وزير في الاعلام في عدة منابر اعلامية شو يقول؟ تقول اسبوع تبشيره مغلير. يقول انا بلغتني معلومات من قيادات ميدانيه، حطها بين السطرين قيادات ميدانيه اللي قيادات لو كان شدوا غادي ربما تصير ضحايا. سامحني، القيادات الامنيه اكبر قائد امني اللي انت عينته يقول لك تلقي التعليمات. شكون الاخر تواصل مع الوزير باش قال له راهو، ومنين ليه المعطيات السيد اللي كلم الوزير وقال له راهو كان شد غادي تصير ضحايا وتصير دماء؟ منين ليه؟ هو اقوى من المدير العام؟ لا، بحيث مناب كلها مخدومه بالتعليمات. سايبوا وانتهى المشكل. خليني نسألك أنا سؤال. تيك تاك في الساك، تيك تاك في الساك، هذه لغه تيك تاك في الساك، نحن ما نعرفوا. ربما غبي. تفضل. تراسي اللي علي العرايض وزير الداخلية أنذاك حب يخلي أبو عياض يخرج ليبيا ويبعد ويقول لك أخوي خليني نصدر أنا الكارثة هذه لبرا ونرتاح أنا في تونس. ليه خدم بيه سي بون، خدم بيه وتوا سي بون وقيد. ما يجيش اخزل، ما يجيش اليوم انت تخدم معاه واحد تعطيه اوامر، بون العباد ما يعرفوش بالشعب ما يعرفش اللي انت تخدم معاه، لكن انت تعطي فيه في اوامر وتعليمات باش انه يمشي مثلا يعمل لك بوم في الجبل هذاك، بوم في محمد الخامس، بوم في الحبيب بورقيبه، بوم يا رسول الله في محمد الخامس، في الحبيب بورقيبة، هكا توا هكا امام عيون المارة. تعليمات السيد هذا كان يحكي لك تعليمات كلها تعليمات، يعطي تعليمات باش يتعدى فلان رد بالك تكلموا وكذا، رد بالك تشوف هذيك هي السيد بعد ما خدم بيه اكيد بيناتهم ماء وملح، هذوما عباد هذوما بالرسمي اللي راو بالماء والملح. تو سامبلومون هربوا كهو، خدم له خدماته، عمل عليهم زي هاي يا خويا باش نأمن لك وهرب. تصور انت من جامع الفتح، برسم ميمتكم امانين باش يمشي انت للجنوب، امانين باش يمشي. كيفاش باش تعدى للجنوب؟ كيفاش؟ فسرونا خويا، نحن ما نعرفوش ونحن جهال. كيفاش من جامع الفتح باش يهبط للحدود؟ ما فما ثنية واحدة، ما فماش زوز ولا ثلاثة ولا أربعة، نقولوا فما زوز أخوي، فما لوتوروت وفما الناسيونال، فما زوز اثنين، فما ثنية أخرى شني عنده طيارة باش يطير بها. السيد أنا حرفيا نعطيكم، السيد كان عطاوه جمل والله ما يدور به حد، كان عطاوه جمل ويقولوا له ويا ديقة ما يكلموا حد، باين مأمنين وبرا السلام عليكم او باش يجي فلان عديه من الحدود، عباره ما ريتوش نحي كاميراوات كان فما كاميراوات وي. انا خويا ما نحكمش على الانطباعات والتكهنات، هذا استنتاج. انا نحكي على وقائع، انا ديما تعلمت في خدمتي اني نحكي على الوقائع، 1 و1 يساوي 2. حدي موضوع التعليمات اللي تلقاها المدير العام. خليني نسيبك ساعة، أنت أمني سابق وتعرف كي يبدا السلفي بجنبك تدور راسك وتمشي، فيه ما يعرفوا الموجود إذا كان ما فماش حماية ليه راك شديته. لأنه العقيدة الأمنية وحسب ما نعرف كان جاتو تعليمات راهو ما شدوش. السلفية والأمنيين عمرهم ما يتساموا، يعني أمني راهو اوتوماتيك، يراه سلفي يمشي له يتبعه ويتحرى عليه. نحكي لك حكاية. بعد اغتيال البراهمي الله يرحمه، أنا خارج من داري في كرهبتي، وصلت المفترق قريب للدار، نلقى مجموعة متاع سلفيين تقريب 7 ولا 8 بالقميصات وبالهيئة مزقلمين، مازال بعد نهارين يظهر لي من اغتيال البراهمي.
قلت شنو زعما يعملوش كارثه ذوما، شنو اللمه هذه؟ مش على وصولي انا بحذا المفترق ثم واحد من الصاك نتاعو جبد سيف. اسمع سيد، اسمع باش يعملوا غزوة أحد، فتحة أحد باش يعملوا غزوة. زدت بصراحة تفجعت، قلت شنو مشيت القدام، ما حبيش نستعمل تليفوني الخاص لأنه وقتها الإدارة والداخلية ماهيش نظيفة، لأنه هو في وسطها للعريض. مشيت للتاكسيفون وطلبت قاعة العمليات نتاع المنطقة اللي موجودين فيها المجموعة هذيا، قلت بربي عشكوية راني متعدي من المفترق الفلاني، راهو ثم لمة فيها تقريبا 7 ولا 8 نتاع سلفيين، وراو فيهم واحد عنده سيف هكا قاعد، شوف ابعثوا لهم دوريه يمشوا يعملوا لكم كارثه، مازال كي الاغتيال صار. قال لي لا في بالنا بيهم، وراهم شت لهم الدوريه ومعانا. قلت شو معناها معاكم؟ يا ولدي السيد متحوز بسيف في ظهره يدور بيه، هذه جريمه لابسته. قال لي هاتوا نشوف مع السيد رئيس المنطقة ونشوف. قصة قصيرة حزينة، هنا تنتهي رحلتنا ما شاء الله. السيد اعطانا ظهر لي روح الزبدة. اكيد كان عندكم تعاليق، حطوا التعاليق متاعكم اللوطة كهو وضاحت الرؤية. السيد عرفناه يا خويا شكون بالضبط، تهريب ابو عياض كان على طريق علي العريض. اللي عنده كلام غير هذايا يتفضل. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.